السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن أكتر المشاكل الشائعة اللي دايما بنتعرض لها. هقول لكم على شوية نصائح بسيطة تخلينا نعرف نتصرف فيها، وهو الإسهال الدارية. أول حاجة لازم أعرف إيه هي أسباب الإسهال. عدوى بكتيرية أو فيروسية زي نزلات المعدة والإنفلونزا المعوية، أكل ملوث أو مية مش نظيفة، أدوية معينة زي المضادات الحيوية اللي بتلخبط أو بتموت البكتيريا النافذة في الأمعاء، أمراض مزمنة زي القولون العصبي، التهاب الأمعاء أو حساسية اللاكتوز اللي هي حساسية الألبان. بيبقوا الناس بيبقوا عرضة جامدة جدا للإسهال. كمان في أسباب نفسية زي التوتر والقلق، ودول بيأثروا على حركة الأمعاء بيزودوا الإسهال. طب إمتى أقول إن الإسهال عادي وإمتى أقول إن هو خطر؟ لو عدد المرات قليل من مرتين أو 3 مرات في اليوم والساعات أو يوم واحد غالبا بيكون بسيط، لكن لو الإسهال شديد وبيتكرر كل ساعة أو مصحوب بدم أو حرارة عالية أو ترجيع، أهم حاجة آخد بالي من الجفاف خصوصا عند الأطفال وكبار السن. دي أول حاجة أفكر فيها، مع إن أنا أفكر أوقف الإسهال بأي طريقة. طب إيه هي أعراض الجفاف أصلا؟ عطش شديد، جفاف في الفم واللسان، دوخة وضعف عام، قلة التبول أو البول يبقى لونه غامق. أهم حاجة هي منع الجفاف زي ما قلت لكم. ده بيكون زي إيه؟ أجيب محلول جفاف اللي هو ORS، ده مثال، أو أملاح الهيدروسيل، ده بيتباع في كل الصيدليات، بيتشرب على طول في البيت. نحط نفضي كيس على كوباية مية مثلا تكون مغلية ونسيبها تبرد، أو أكل مسلوق على قد ما نقدر. لازم نتجنب شرب اي حاجه بيعملها غازيه او عصائر فيها سكر، لان الحاجات دي بتزود الاسهال. نيجي لدور الادويه والتصرف السريع. اول حاجه في الكبار ندي اقراص ستريبتوكين او فلاجيل او انتينيل. الستريبتوكين علاج الاسهال ناتج عن التهاب القولون والامعاء والتقلصات، عدوى بكتيريه، حالات اميبا. بيتاخد من قرص لقرصين كل 8 ساعات حسب حاله المريض. الاطفال من سن سنه فيما فوق معلقه صغيره 3 مرات يوميا، وهنستخدمه بحذر جدا. الستريبتوكين بحذر جدا مع مرضى الضغط، وهنمنع استخدامه مع مرضى الكبد وكمان مع الحمل والرضاعه. الستريبتوكين من الادويه اللي بتوقف الاسهال فوري على طول. تاني حاجه الفلاجيل والانتينال والنانازوكسايد، دي مضادات للبكتيريا والطفيليات المسببه للاسهال. باخد من القرص لقرصين مرتين في اليوم. الاطفال من عمر سنه بناخد 5 مللي كل 12 ساعه، وطبعا بيختلف الجرعه باختلاف عمر ووزن الطفل، ودي طبعا لازم تكون تحت استشاره طبيب. لو في عدوى بكتيرية شديدة أو حرارة لازم دكتور يكتب مضاد حيوي مناسب. حاجة مهمة كمان لازم ندي البروبيوتيك، دي بكتيريا نافعة بتساعد إنها تظبط المعدة فتقلل التراب وتقلل، تعمل استقرار في المعدة، فتخلي ما بيحصلش بسهولة موضوع الإسهال ده.